احنا اصحاب بس في الحاجات دي لا. الجو برد يخرب بيتك. الظاهر كده ان النظافة النهاردة اجباري. يا جماعة حد يقول لصاحبنا ده ان الشنيور بيشتغل من غير دق عليه. اللي يحير في الموضوع انهم متفقين على الوضع اللي هم فيه، مش عاطين فرصة لعقلهم انه يشتغل، والغريب انهم بيشتغلوا بجدية تامة. يا صباح يا فتاح يا عليم، هي ناقصاكي على الصبح. اول مرة اشوف حد طاير وهو على الارض. يلا اهو بشد لفوق، ايدك معايا. يلا العمود بيتسحب لتحت. عاجبك كده؟ لما تستلم انت وصاحبك الشغل مع بعض وعندكم حماس بس نسبة الغباء زيادة حبتين. الظاهر كده ان صاحبنا ده بعد ما عمل عملته هرب من المكان قبل ما حد يشوفه. اما صاحبنا ده راح يجرب العربية ونسي يركب الكاوتش. لما يقولوا لي روح كب الزبالة واوعى تتأخر. من هنا اوعى يقع، خلي بالك. الظاهر ان صاحبنا جديد ومش عارف ينظم المرور. المثل اللي بيقول جه يكحلها راح عماها. مش عارف ليه انا مش مركز النهارده في الشغل، حاجه غريبه. وبعدين في العيال دي. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.